عدنا مع حضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة 90 دقيقة محافظات المحافظات وحصاد المحافظات، ونبدأ مع حضراتكم من العاصمة القاهرة. ونبدأ من القاهرة. كتب أحمد هشام: شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسيد محمد جبران وزير العمل حفل تسليم 60 عقد عمل جديد لذوي الهمم من أبناء محافظة القاهرة للعمل في 5 شركات خاصة. وإلى الجيزة بصحبة الزميل علي الدين عمر. تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تنفذ خلال الفترة من بداية الشهر وحتى نهاية الشهر الجاري. وإلى القليوبية بصحبة الزميل حسين عبد الغفار. شاهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية بمدرسة السلام الخاصة بمدينة بنها ضمن مدارس النيل الإنجيلي التابعة للكنيسة الإنجيلية. وإلى اسكندرية بصحبة الزميل خالد عبد الشفيع. استقبل الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية بمقر ديوان عام المحافظة السيد ليلي شوري عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، رئيس دائرة الإعلام باللجنة المركزية للحزب، ووفد رفيع المستوى مرافق لسيادته، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وإلى الفيوم بصحبة الزميلة إيناس عبد العزيز. استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يوجه برفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية وقطاعات المرافق المختلفة. وإلى المنيا بصحبة الزميل وائل القرم. أكد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني دعم كافة البرامج والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الفرص أمام الشباب وتحقيق خطط التنمية الشاملة. وإلى دمياط بصحبة الزميلة شيماء الشافعي. افتتح وزير العمل محمد جبران ومحافظ دمياط دكتور أيمن الشهابي افتتح ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل بمشاركة 50 شركة من القطاع الخاص. وشهد الملتقى تسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم في إطار جهود الوزارة لدعم الدمج وتوفير فرص لائقة للجميع. وإلى بني سويف بصحبة الزميل هشام إبراهيم. بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اصطحب السيد بلال حبش نائب المحافظ والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية في جولة تفقدية، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وأجهزة وهيئات وزارة الصحة. وإلى مطروح بصحبة الزميلة عزة عبد العزيز. أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة مشيخة الأزهر الشريف على إدراج إنشاء معهد أولاد الحاج علي الابتدائي بمدينة مطروح، وذلك في خطة الأزهر للعام المالي 25-26 والانتهاء من الرسم الهندسي والمقايسة الخاصة بالإنشاء.
وختاما إلى جنوب سيناء بصحبة الزميلة سهير محمد. افتتح اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء سوق اليوم الواحد بحي النور بمدينة شرم الشيخ على أن يقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.